برشا برشا، وتوحشت المغاربة بزاف بزاف بزاف. موت عليكم ها، احنا ميشو ميشو، احنا مناجر خويا الشعراوي في الغيبية وخويا ميشو. ومعنا في حفل المتنوع في اورينتال ارابيك نايت ماكسيم بالاس هنا في بروكسل في ماسميخلن عفوا. معنا الفنانه نبوءة الاطلس، الفنانه الامازيغيه واللي حصلتها اليوم الفنانه خديجه اطلس، مرحبا بك معنا. ميرسي خويا ميشو، ماشي نقول لك ميشو، نقول لك هشام، نقول لك ولدي، نقول لك صديقي، نقول لك المناجر ديالي، نقول لك شنو كاين. مرحبا ومرحبا بكم زنتوما، ومرحبا بالجمهور التونسي والمغربي والمغاربي في هذا الحفل العظيم والجميل وصافي بليزير. قولي لي لاله خديجه، كيف الراي، شنو الراي ديالك والشعور ديالك وانت في هذا الكوكتيل المتنوع ديال الفنانات التوانسه والمغاربه في هذا الحفل؟ شيء جميل غني على التعريف، والحمد لله كنت يعني كنحسوا بروسنا في وسط بلادنا، يعني وسط خوتنا التوانسه، ويكونوا حتى الجزائريين والليبيين، علاش لا، كنتواجدوا في المغرب العربي صافي بليزير. وبالخصوص ملي يكونوا مع واحد الاذاعه اللي يدير معايا استجواب خويا مغربي صافي بليزير، علاش لا. لاحظنا لاله خديجه اطلس واحد التفاعل كبير بين الجمهور التونسي والاغاني ديالك لاله خديجه. سي نورمال، لان شوف كنبقاو المغرب العربي، يعني كاينه ثقافه فنيه اللي كنمزجوا بها الفن المغربي والتونسي والجزائري يعني عن قرب. يعني ما بيناتناش بعض المصطلحات اللي نقولوا احنا بزاف يقولوا هما برشا، ولكن راه نفس اللهجه، نفس الايقاع، نفس يعني الحمد لله. واخا لاله خديجه، شفناك منك درتي ديو مع مجموعه ديال الفنانه يعني عرب في المغرب العربي. نعم. مازال ما درتي مع التوانسه، واش كاين شي؟ يحصل لي الشرف انني نكون مع الفنان المحبوب الجميل لطفي بوشناق، اللي كنقول له كنحبوك من قلوبنا كمغاربه، وصوت جميل وعندك ماده خام اللي سيرتو القرار. يا سلام يا سلام. لاله خديجه، اعطينا الجديد ديالك. الجديد ان شاء الله غينزل مع الاستاذ الفنان الجميل الجزائري خويا الحجال، وغيكون ان شاء الله مع الاخت الحبوبه والفنانه المتميزه المغربيه ديالنا زينه الداوديه، وغيكون ان شاء الله عمل ديالي راي سونتيمونتال وراي واي واي، وغيكون ان شاء الله عمل امازيغي وطني ان شاء الله. ان شاء الله لاله خديجه اطلس، شكرا لك بزاف على هذا اللقاء، ونتمنى ان شاء الله نشوفوك في لقاء اخر ان شاء الله باذن الله، ومرحبا بك معنا هنايا. معنا رشيد اليوم. رشيد خويا،
شعلتيها في المنصه اليوم ما فهمتش اخويا أنا. احلى ومحلى بغاشي تونس والناس المغرب اليوم كانوا شابين وكويسين. درنا واحد اللمه اليوم ما تصورش يعني الصراحه ديال الله. هذا الشيء كان رائع والجمهور التونسي كان معايا في الخط بحال انا تونسي ومع المغاربه عاود كذلك. يعني لقيت واحد راحتي في الامبيونس ما شاء الله. تفاعلوا معك الجمهور التونسي؟ لا ما تهضروش عليها. راه الدراري كنشوف حنا في المغرب العربي كلنا خوت. هنا كيبان باللي حنا خوت حنا كنتفاهموا. لا تبارك الله تبارك الله. هذا هو اللي بغيت، هذا هو المبتغى وهذا الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه في هذا المهرجان او في هذا الحفل الفني اللي نظمته اورينتال ارابيك نايت. كي داير الشعور ديالك سي؟ والله العظيم زعما هذا اورينتال ارابيك نايت كنشكرك شكر جزيل على هذه المبادره اللي درتي وهذا المجهود باش تواصلنا مع الناس تونس والعرب. وهذه الحفله كانت يعني عباره وكانت واحد ليكزومبل باش نتلاموا باش نكونوا خوت. أيوة. في اي حاجه. والموسيقى اليوم الموسيقى جمعتنا تبارك الله. كانوا لي زارتيست غير الواعرين. كانت خديجه اطلس اللي هي قومت بالواجب ديالها ودارت لومبيونس وفعلت مع الناس كانوا مع لومبيونس شعلاته. هي اللي شعلات كل شيء صراحه. صح كاينه. واش ما نقدروش نشوفوك انت ديو مع خديجه اطلس هنا؟ ان شاء الله خديجه فنانه وخديجه يحسن لي الشرف باش انا نكون معها في واحد الالبوم يكون زين ونديروا شي عمل يكون عالمي ان شاء الله. شكرا لك بزاف اخويا رشيد على هذا اللقاء ونتمنى ان شاء الله نشوفوك في لقاء اخر. شكرا خويا ميشو على هذا التواصل اللي وصلتنا مع الناس. كنشكروا كاع الجمهور ديالي ونموت عليكم الى الابد. تبارك الله عليكم. شكرا رشيد. ومع فعاليات الفن التونسي والمغربي هنا في ماس ميخلن معنا الفنان سمير لوصيف من تونس واللي حضر لهذا المهرجان الفني اللي نظمته اورينتال ارابيك نايت هنا في ماس ميخلن. وتنقولوا الفنان سمير مرحبا بك عندنا هنايا في ماس ميخلن في بلجيكا. مرحبا بك خويا ومرحبا بالجاليه المغربيه والجاليه التونسيه وكل العرب. شرف كبير ان نكونوا مع السي سمير لوصيف في هذا المهرجان الفني. قول لنا السي سمير كي كانت الرحله ديالك من تونس لبلجيكا؟ والله كانت في احلى جو واحلى راحه بيان اورغانيزي. خونا المنظمين الحفله هذه والحمد لله وصلنا لاباس وتقابلنا. تشوفين جمعتنا طاوله واحده بالمناسبه اللي كنا نحن اخواتنا من المغرب واخواتنا فهمتي من التوانسه كل متلمين نحن عائله واحده. كي داير الشعور ديالك السي سمير وانت مع هذه اللمه الكوكتيليه يعني المتنوعه ما بين الشعب ما بين الفنانه المغاربه والفنانه التوانسه؟ والله جو اخوي. بالمناسبه هذه نحب نحيي فهمتي الشعب المغاربي فهمتي ونهني فهمتني ليكيب ناسيونال. شكرا. المغرب اللي كانت فهمتني راهو تاج على كل راس اي واحد عربي والاداء الممتاز وشرفت الناس الكل. سي سمير بغينا نشوفوا الشعور ديالك وانت في هذا الحفل والجمهور ديالك اللي تيتسناك يعني من تونس ومن المغاربه. كيفاش غادي تفرحهم في هذه الدخله ديالك للمنصه؟ والله شو انا ما تعرف جو تحفهم برشا وغراتسا فهمتي المنظم هذا فهمتي خونا امين اللي هو عمل بيان اورغانيزي فهمتني ولمنا فهمتني عمل توانسه ومغاربه وان شاء الله فهمتني معليش بركوا با في المره الجايه نكونوا نحن توانسه ومغاربه ومصاربه والجزائر فهمتني نحن نسوم دي فخير كنا خاورا. ممكن نشوفوا سمير ان شاء الله في شي حفله في المغرب؟ ان شاء الله يسعفنا الحظ ونجي وعلى راسي وعيني انا ان شاء الله فهمتني نجي على راسي وعيني واخواتنا المغاربه فهمتني وعشنا مع بعضنا نحن عندنا ما وملح ما بيناتنا. والجديد ديال سي سمير؟ والله لا الجديد مازلت حاضر فيه
مي بور لو مون عندي قديم وجديد باش يصير باش نعملوا جو، وان شاء الله توت فاسون ان شاء الله تكون الحفله مزيانه وتروح الناس الكل فرحان. شكرا لك سي سمير على هذا اللقاء، بارك الله فيك، شكرا. في اطار فعاليه المهرجان اللي انتمته اورينتال ارابيك نايت هنايا في ماس مخلن، معنا الفنانه زازا اللي جاتنا من تونس، نقولوا لها مرحبا بك الفنانه زازا. عسلامة ومرحبا بكم انتوما، مرحبا بنا الكل في اللمه المزيانه الزوينه كما قلتوما. لاله زازا شعلتيها اليوم في المنصه. اسمي زازا، نحن بالتونسي نقولوا زازا حاجه زازا، يعني زازا خوذه. تبارك الله. نايدا تبارك الله فيك، واحد القوه، فيك واحد الحماس، فيك واحد يعني مقبوله ومحبوبه الجمهور، يعني كله تفاعل معك. ما شاء الله خويا، ضرب على تشلب الحمد لله. هذيك بروفيلي اني هكاك يعني معروفه نتحرك ونغني، نعمل الشو نفس الوقت اني نغني. ولكن هذا تياخذ واحد النفس عميق. الحمد لله، هو ميزه من عند الله سبحانه، يعني ربي يويزني بحاجه والحمد لله. وكيف الراي ديال الفنانه زازا واليوم مع واحد الكوكتيل فيه المغاربه وفيه التوانسه؟ حاولت نعمل الماكسيموم، نغني مغربي وتونسي وجزائري، على خاطر لما ذي ما تتعودش، مش ديما يكون موجود حفله تلم المغاربه. وانا فرحانه اليوم شفت مغاربه ولابسين تقشيط ولا لابسين اللبس التقليدي المغربي اللي نحبه برشا. ونوجه تحيه لكل المغاربه، ونقول لنا كنا اخوات وكنا جيران، وان شاء الله يا ربي نقعدوا ديما 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 منومين في الخير. وحنا كمان نبغيو التوانسه ونحبوهم برشا برشا. ورد بالك راني نحب البابوشي ديالكم ونحب الزعلوك انا. نجيبوا لك بزاف العرمه. الجديد ديال زازا، الجديد عندي غنية اسمها طايره، ان شاء الله باش تخرج بعد اسبوع. بعدها عندي ديو مع فنان شعبي مصري، وبعده ندخل فيلم، نصور فيلم. نسيتينا حنا دي معنا شي ديو؟ لا ليش خاص، انا كنا حماق على المغاربه بزاف اخويا. نحب جوكم، نحب اغنيكم، لانه تلقاش مغربي او مغربيه ما عندهاش الصوت. ما شاء الله انا رحت المغرب وشفت اللي ما عندوش صوت ما يغنيش. ما شاء الله عليكم، ان شاء الله بوركوا با انتم عندكم فنان عالمي كيما سعد، عندكم فنانين قدم كيما عتاب كيما نجاة، عندكم دنيا باطمه، عندكم يعني ما شاء الله، وعندكم موجه ماشيه للراي وموجه جايه للشعبي، وعندكم الداودي والداوديه زينه، يعني نتبعوكم ونحبوكم ونحبوا غنيكم برشا. تبارك الله لاله زازا، شكرا لك بزاف 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 على هذا اللقاء، ونتمنى ان شاء الله نشوفوك في مناسبه اخرى. بيج لاف للمغاربه الكل ومرحبا بكم في تونس. الله يخطيك.